جيب لكم الضوء والنو. مين الضوء والنو ده؟ تعرفوش الضوء والنو؟ طب فاكر سيادتك بير البترول اللي كان والع في الخليج؟ بير الايه؟ البترول اللي كان بير والع في البترول. الخليج وشركات كتيرة عايزة تطفيه مش جزرة. الضوء والنو طفاه. ازاي؟ وقف سيادتك قدام البير كده ونفخ. انفخ بعيد، انفخ بعيد عني. عرفت بقى؟ عرفت ايه السبب في الازمه اللي بين امريكا وكوريا؟ ايه؟ الضوء والنو ده. امريكا كانت عامله اجهزه استشعار كده عن بعد، دخل الضوء والنو قطع كل الاستشعارات وبوظ الليله دي خالص. يلا يا واد من هنا. هتحبوا تعشوا ايه؟ يلا مش عايزين نطفح، يلا امشي. مبروك رجع اهو يا باشا. ايه يا مستر؟ طمنا بسرعة، عملت ايه بقى في موضوع ميس تشكر؟ لقيتها ولا لا؟ ساكت ليه يا مستر؟ فين مس تشكر؟ تشكر سيء العوج. سيء العوج ازاي يعني؟ سيء العوج يعني، وسيئة من غير رخصة. لا والله. وبتعرف تسوق؟ ما يعني ازاي يعني يا مستر؟ مش عاجباها عشتنا. صوروا عشتنا ديت مش عاجباها هي. ليه هي بنت مين ديت؟ وقال ايه طالبه الطلاق؟ زهقت مني. ليه هو انا من نوع المزهق؟ مزهق؟ لا انت بس متوتر يا مستر. ده احنا بقالنا ساعات. تزهق مني ازاي؟ انا اديتها مهله اسبوع. هو اسبوع. يا تتعدل يا ما تتعدلش. تتعدل اهلا وسهلا بتها مطرحه نشيلها فوق كفوف الراحه. ما تتعدلش يبقى خلاص يا دار ما دخلت شر. كل واحد يروح لحاله. وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. اعملوا معروف. محدش يجيب لي سيره المعروف الموضوع ده تاني. انت فهمتي حاجة؟ لا. طبيعي جدا. اقعد. ده ايه العصابة المحترمة دي؟ حاطين لي برفانات وشامبوهات وحاجات، ايه ده؟ الله. لا عصابة طيبة. الباب كان بيخبط؟ ده الباب ولا حاجة بتنقر، لا يكون فار. مين؟ ادخل. أنا بخبط عشان يعني أستأذن قبل ما أدخل عليكي. ايه ده؟ ايه العصابة المحترمة دي؟ لا اتفضلي حبيبتي اتفضلي. أصل يعني ما ينفعش أدخل عليكي كده فجأة، يعني عيب تكوني قلعة لابسة مش متغطية بتقضي حاجة معينة لنفسك، يعني عيب برضو الأصول كده. لا أصيلة وبنت أصول. لا عاجبني والله. أنا عمري ما شفت عصابة زيكم. عارفة العصابات التانية ما تعملش كده، يفتحوا الباب ويخشوا على طول. ولالات الأدب، ولالات الأدب ما تربوش، إحنا تربية أجانب. ونعمة التربية يا حبيبتي. تسمحي لي أعرفك بنفسي؟ أختك ح؟ اسمك ح؟ لا طبعا ده الاسم الحركي، يعني معقول أروح أقولك على اسم الحقيقي عشان تروحي تبلغي عني؟ إيه الهبل ده؟ معنى كده إن أنا هخرج تاني. طبعا هتخرجي، امال هنخليلك هنا. بس في عجاله كده، هل ممكن اعرفك على جوزي؟ ممكن يدخل؟ طبعا يا حبيبتي يدخل، ده بيته ومطرحه. اوكي. يا خاه تعالى. طبعا خا ده مش اسمه الحقيقي، ده اسمه الحركي. انت مش عايزه تقولي لي اسمه الحقيقي عشان لما اخرج ما ابلغش عنه؟ برافو عليكي، تحفظي بسرعه، برافو عليكي. تعال. يا ساتر. ايه ده ما شاء الله، وكمان مستحي. امال ايه؟ تربيه خواجات بقولك، قيم واخلاق عاليه. يجوا العصابات التانية يشوفوا اهي دي بقى سلوك العصابات العريقة. واما بعد امورني يا استاذ خا، ولو ان خا دي ولا مؤاخذة وحشة. المنيو بتاع العشاء، شوفي حضرتك تتعشي ايه. اسكالوب ب 54 جنيه؟ هو انا هدفع تمن الاكل؟ لا طبعا، الاسعار اللي عندك دي للاغراب، انتي ضيفه. في عندك سمك ب70 جنيه، ده غير السلطات. طب ما انا ممكن بدل ما اكلفكم سلطات و70 جنيه وكده ممكن اطلب طلب تاني؟ اوي حبيبه قلبي، عايزه اروح. من غير عشاء؟ ازاي الكلام ده؟ تبقي ضيفتنا واول ليله في بيتنا كده تروحي من غير عشاء؟ ده حتى يبقى منظرنا وحش قدام الناس. يرضيكي كده يا حق؟
ده عار علينا يا خا. يعني لو اتعشيت خلاص هتسيبوني؟ فورا، بس بشرط ايه هو؟ تتعشي بإخلاص وتملي بطنك وتحلي. ده وعد يا استاذ خا؟ وعد الخاه دين عليه، عيب. خلاص يبقى انتوا اختاروا لي الاكل اللي على مزاجكم. من ابو كام؟ ابو كام؟ انتوا مش قايلين لي ان انا مش هدفع؟ نعم يا خا. اعمل لها طاجن سي فودز، كبد وقوانص وعكاوي، رز. كبد وقوانص ورز؟ وشوي لها سمنايه كده مربربه عشان تتعشى بيها. هو ده السي فودز؟ ايوه، دي مش هتتعشى على البحر. ده لسه مصطاد الرز الصبح. الرز كمان من البحر؟ مش رز بحري. طب انا متشكره قوي والله. ساعة زمن والشمسية والترابيزة والاكل كله هيتنصب على البحر. اسعدي وتهني وبتهجي وتمرمغي وتمرمطي على سريرك، اهري سجاجيدك مشي، وتفرجي لي كده على نص فيلم لغايه ما تخلص الاكل. ان شاء الله يخليكم. يلا يا حا. يلا يا خا. مش اسمه الحقيقي يا خا عشان ما بلغش عليك. ايوه. والنبي ما تنسي تقفلي عليا بالمفتاح. حاضر حاضر. المفتاح. والنبي اقفلي عليا وهي. ميرسي قوي. باي باي. باي باي يا حبيبتي. هتوحشيني لحد ما نيجي. وانتوا كمان. باي. ده ايه العصابه الطيبه دي؟ بموت فيهم. عايز مني ايه؟ المفروض ان انا عريس، المفروض ان عروستي في حضني، بنرقص سوا، بنضحك سوا، بنفرح سوا، بنتهنى سوا، بناكل سوا. انا حاسس بيك يا مبروك. انت حاسس بيا كلام، انما ما انتش مجروح زيي. انت ما تعرفش تشكر دي بالنسبه لي ايه. انا وهي اتخلقنا لبعض، مهما عملت انا بحبها كده. من سنين وانا بحلم باليوم اللي يجمعنا فيه بيت واحد، ولما يحصل تتخطف مني تاني يوم. انا سبق وقلت لك هتواجه حاجات صعبه كتير. انت عمال تقول وتقول وتقول، والموقف حاجه تانية خالص. انا عقلي هيشت مني، دماغي بتودي وتجيب، الشيطان بيصور لي حاجات ما تتخيلهاش. يا ترى اذوها ازاي؟ بيهنوها؟ يا ترى هي عامله ايه؟ حط مراتك مكان تشكر وشوف دماغك هتوديك لفين. انت معاك حق في كل تصوراتك دي، بس انا اللي عايز اكده لك ان هم لا يمكن هيمسوها بسوء. متاكد كده ازاي؟ عشان بضاعتهم، عشان حاجتهم. بالعكس، دول ممكن يعملوا اي حاجه يضغطوا بيها عليا. ما تخافش، مش هيأذوها. انت ايدك في الميه البارده، مراتك موجوده مع عيالك مطمن عليها، هتقول ايه غير كده؟ مبروك، كل اصحاب الرسالات اتعذبوا. كفايه بقى الكلام الكبير اللي عمال تضحك عليا بيه ده. انا مش من اصحاب الرسالات. ليه بتقول كده؟ لان انا مش نبي ولا زعيم وطني ولا قائد جيش ولا حاجه من الحاجات ديت. مش دول بس اصحاب الرسالات يا مبروك، انك تغيث ملهوف دي رساله، انك تبعد الاذى عن حد دي رساله، انك تساعد حد بجنيه او تقضي له مصلحه هي دي رساله، انك تهدي انسان وتحطه على طريق الخير، الطريق المستقيم، برضه دي رساله، انك تاخد بالك من ولاد صدقي وما تخليهمش يعرفوا ان ابوهم وامهم اشرار علشان يطلعوا ولد وبنت صالحين في المجتمع، دي برضه رساله. النبل اللي جواك يا مبروك رساله، اوعى تضعف او تستسلم، انت صاحب رساله يا مبروك.